السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في قناة كوكب النباتات. النهاردة معانا الفجل المصري، وطبعا كل البيوت المصرية والعربية طبعا عارفة الفجل، فقلنا نزرعه على السطح النهاردة أو في البلكونة، وجبنا التقاوي الفجل، وحضرنا التربة المناسبة المختلطة ما بين الرمل وما بين التربة السمراء، وجبنا الفجل. ده تقاوي الفجل طبعا، شوية الفجل التقاوي دولت ما يجوش بجنيه، يعني حاجة بسيطة خالص. ويبقى عندنا فجل في المطبخ أو فجل في البلكونة أو على السطح، ويبقى موجود عندنا على طول. ولازم يكون القصيص اللي هنزرع فيه يكون فيه فتحات تصريف مظبوطة، عشان الفجل بيعوز التصريف المظبوط. واحنا كده دلوقتي هنبدأ نبذر تقاوي الفجل في القصيص بالتساوي، واوعى التقاوي تطلع كتير وتتقل حتت وتسيب حتت، عشان ما ياكلش بعض ما يكبر ويبقى طالع مسرول. فاحنا كده هنبذر واحدة واحدة اهو، ويبقى تشوف انت هتبذر قد ايه وفي المكان، يعني ما يغركش ان التقاوي ضعيفة وممكن تفرط منك. لا، خلي عندك تحكم، واظبط المساحات بتاعت البذر بتاع التقاوي، بحيث ان انت ايه تبذر وفي يبقى في تناسق، وفي يعني وتظبط البذار بتاع الفجل. وكده انا بذرت اهو، وبعدين انا هعمل هساوي التربه من فوق، بحيث حبايه الفجل تنزل ما بين الايه، ما بين الفتحات، ما بين فتحات التربه بس، يعني بين الشرب والشرب، الحتت اللي يعني في الحتت المطبات اللي فيها بس اسويها بس، بحيث ان انا ما انزلش عليها تربه كتير، لان التقاوي بتاعت الفجل بتبقى سمكها ضعيف. لو حطيت لها تربه فوقها تربه كبيره، ممكن ايه تشرب ميه ياما وتفقع، ما تقدرش ترفع الغطاء اللي اتحط عليه. فزي ما قبل كده قلت لكم، لازم الغطا ده يكون فيه نسبه وتناسب. الغطا اللي على بذره التقاوي، اذا كانت بذره كبيره ماشي احط اكبر، اذا كانت بذره ضعيفه زي الفجل او الجرجير لازم احط ايه نسبه غطا بسيطه. فانا دلوقتي بحاول ان انا ايه اعمل اهتزاز للتربه، بحيث ان التقاوي تنزل ما بين الشوق وبعضها وخلاص، وازيد من كده مش هعمل. وطبعا انا هبدا اروي دلوقتي ريه المحاياه اللي هي الاولى واشبع، عشان ما عدتش اروي بقى الفترات. انا بحاول اروي اهو، لسه بقى هزود الميه شويه كده. انا بحاول ايه ارش سطح التربه من فوق ماشي، عشان بس ايه على ما ازود الميه كده. انا موطي الميه خالص، بحيث التقاوي ما تتحركش من مكانها برضو. كده انا بحاول يعني اروي كل مكان صغير يعني كل 5 سنتي مربع مع بعض، عشان ما اعملش تكتل كتير في الميه، والميه تقوم تحرك اللي ايه التقاوي من مكانها. يعني اللي عاوز يزرع الفجل طبعا يكون باله طويل شويه، عشان يبقى فيه اتقان في الشغل. ده ان شاء الله دي اول مرحله من دي تاني مرحله طبعا في الفجل. دي كان يا دوبك بقاله يومين تلات ايام، بعد 3 ايام بدأ يطلع زي ما انتوا حضراتكم شايفينه كده مظبوط اهو. مفيش حتت تقيلة مفيش حتت خفيفة، كله في القصيص اهو مظبوط. كده بعد ال3 ايام زي ما قلت لحضراتكم بدأت النموات تطلع بتاعت الفجل كده، ولا هو تقيل ولا هو خفيف. يعني انا خاف ان هو يطلع تقيل فياكل بعضه ويبقى مسرول. فكده بعد ايه، بعد 3 ايام او 4 ايام بدأ يكبر، وكده وصل لحوالي 15 يوم بعد الزراعة. كده 15 يوم. ده طبعا الري بتاعه طبعا طالما عندك على السطح طبعا بيبقى هي اكيد هيشرب كل يوم في وقت يكون الجو حلو، يعني ما تروحش تروي في الحار. يعني ممكن على اخر النهار بعد العصر تروي رايه بسيطه كده كل يوم، لان ده في قصيص، والقصيص ده بيحصل له جفاف بسرعه، مش زي الارض المستديمه طبعا. وكده الفجل معانا كبر، وكده جاهز للايه للحصاد.
انا كده بحاول اجيب لكم المراحل كلها من اول ما كان بالبذور لحد ما تيجي انت عاوز تحصد بقى او عاوز تصبر عليه كمان شويه، دي حاجه ترجع لك بقى. ماشي. هو كده. وبالنسبه للتسميد انا بسمد بشيء الكمبوست طبعا، ما بسميتش بحاجه تانية طبعا، كيماوي ولا حاجات من دي. عاوز تحط ان بي كي ماشي، حط نص معلقه على لتر ميه وروي بيه بالان بي كي. عاوز تروي لو عندك فضلات من المطبخ ماشي، وعملت بيها سماد الكمبوست عادي، المية بتاعتها برضو الشاي الكمبوست بتاعها ممكن تروي بيه. يعني هتمشي كده او كده او كده، بأبسط الامور هتمشي. وكده الفجل جاهز كده للحصاد. وبكده نكونوا مثلا نقولوا ان احنا جبنا الملف كامل كله من اول تجهيز التربة والزراعة والبذور ماشي والري، لحد ما وصلنا لمرحلة الحصاد الأخيرة اللي انتوا حضرتكم شايفينها دي. والفجل طبعا احنا في وقت دلوقتي في وقت حر، احنا دلوقتي في وقت حر، فلازم ان انت يعني خلي بالكوا الفجل ما بيصحش كويس في الحر الشديد او الجرجير، بس لازم تحطه في مكان يعني لو نص اليوم شمس ونصه ظل ماشي هيمشي. يعني الفجل عشان الصح وزراعته تبقى صحيحة يعني من أول شهر 9، هو الجرجير والفجل والشبت والكزبرة والحاجات دي. وبكده نكون وصلنا لآخر الفيديو، وأتمنى أن تكونوا استمتعتوا معنا بالوقت. وياريت اللي ما اشتركش يشترك، وما تنسوش الإعجاب وتفعيل زر الجرس.